السلام عليكم. النهارده هنعمل مع بعض عظمه، هنعمل رز ريزو وهنعمل ستريبس، اكل كنتاكي اللي الولاد بتحب تجيبه من بره، سعره بقى غالي جدا. النهارده اقولك تعمليه بكل سهوله ويطلع معاكي احلى من بره. الرز يطلع معاكي مفلفل وتحفه. هنسمي الله ونصلي على رسول الله وتعالوا نخش في الوصفه بتاعتنا. جبت صدور مخليه وهبدا ان انا اقطعها، بشيل الحته الناعمه وبعد كده ببدا اقطع بالطول زي ما انت شايفه كده. لو لقيتي الشريحه عريضه سميها 2. الافضل وانت بتقطعيها تكون مجمده عشان تعرفي تتحكمي وانت بتقطعيها. بعد ما قطعناها زي ما انت شايفه كده باخدها واغسلها كويس جدا بالملح والليمون، اسيبه في المصفى يتصفى خالص. بعد كده هنجيب البهار بتاعنا بسيط جدا، ملح وفلفل اسمر وبابريكا وبصل باودر وتوم باودر ومرق الدجاج باودر. خدت البهارات دي كلها حطيتها في بوله، حطيت عليها كوبايه من الميه وحطيت عليها صويا صوص وباربيكيو، قلبت الكلام ده كله مع بعضه. وهي دي البهار وهي دي الصوصات اللي هتخلي الاستريبس طعمه خطير. قلبتهم مع بعض كويس جدا وبعد كده همسك الفراخ انقعها في الخلطه اللي انا عملتها ديت واسيبها ليله كامله. لازم تسيبيها وقت كافي في الخلطه ديت عشان تطلع معاكي طعمها حلو. كده تمام، هغطيها وسبتها. تعالوا بقى نعمل الرز الريزو وهقولك ازاي يطلع معاكي مفلفل وتحفه التحفه. معايا مكعب زبده ومعايا 4 معالق زيت عشان يطلع معاكي مفلفل، ومعايا بصلايه ومعلقه صغيره من الثوم المفروم. هشوحهم بس لحد ما يتبلوا. بعد كده بنزل بمعلقه من الكاري، ومعايا 3 مكعبات من مرقه الدجاج. هو لازم مرقه الدجاج عشان يطلع معاكي طعمه زي بتاع بره بالظبط. ومعايا باربيكيو صوص ومعايا صويا صوص ومعايا كاتشب. وقلبت الكلام ده كله مع بعض، وانا هكتب لك كل ده في صندوق الوصف بالتفصيل. بقلب الكلام ده كله مع بعض واسيبه كده لحد ما ريحته تطلع، وبعد كده بنزل بالرز. هشوح الرز مع البصلة مع الصوصات والبهارات اللي انا حطيتها. وبعد كده طبعا بظبط الملح، وخلي بالك من الملح عشان مرقة الدجاج بيكون فيها ملح. وبنزل بالمية المغلية، والمية يا دوبك هتغطي الرز. احنا هنخلي الرز ده يستوي على البخار، وتخلي بالك تقلبيه من الوقت للتاني عشان طبعا ده فيه صوصات فممكن يتلسع من القاع. بعد كده جبت الدقيق وجبت ميه ساقعه متلجه، والدقيق حطيت فيه البهارات اللي انا تبلت بيها الفراخ. وببدا ان انا اشيل الفراخ من التتبيله، احطها في الدقيق وبعد كده احطها في الميه. وبعد كده ارجعها تاني في الدقيق واقلبها كويس جدا كده 5 6 7 مرات لحد ما تعمل الكرمشه اللي انت شايفاها كده. هنحط زيت، واهم حاجه يكون زيت غزير. وبنزل بالفراخ ما اقلبهاش خالص الا لما تبدا تاخد لون. اصفيها كويس جدا جدا من الزيت واطلعها تطلع معاكي تحفه، ريحتها طبعا خطيره. الرز ما شاء الله تبارك الله زي ما قلت لك هنسويه على البخار. لو لقيتيه محتاج ميه حطي معلقتين 3 ميه كده بس. شايفين ما شاء الله تحفه ومفلفل وخطير. تعالوا بقى للفقرة الجميلة جدا اللي احنا نظبط الطبق ونرتب الطبق بتاعنا. انا جبت الطباق زي الطباق المطاعم كده عشان الولاد بقى بيفرحوا جدا بالطباق ديت. وببدأ ان انا اقطع الفراخ كده احطها على الوش. وبعد كده حطيت الصوص الخطير ده. الصوص ده عبارة عن باربيكيو، وعبارة عن كاتشب، وعبارة عن معلقة من الخل ومعلقة من العسل. قلبي الكلام ده كله مع بعضه هيديكي صوص طعمه خطير تحفة تحفة تحفة. يبقى تحطي باربيكيو صوص وتحطي كاتشب وتحطي معلقة من العسل ومعلقة من الخل، وقلبي الكلام ده كله مع بعض. كلي بقى يا ست الكل وادعيلي. خطير 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 والله. الرز كان طعمه تحفة، والفراخ طعمها خطيرة ومتبلة. بصوا احلى من كنتاكي 100 مرة، حاجة كده عظمة. جربيها ان شاء الله. انا واثقة ان شاء الله انها تعجبك. واشوفكم في وصفة جديدة ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.